السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي النهاردة اما اوديكي مكان حلو جدا جدا. عايزة تاخدي اولادك وتنزلي تقعدي في مكان امن، تاخدي عيلتك وتقعدي في مكان امن، تقعدي انتي وصحابك ومريحين دماغكم. روحوا ذا بريدج دوت مكان على كورنيش اسكندرية، في وش شاطئ، في وش فندق المحروسة. المكان ده بيقدم فطار، بيقدم مقبلات، بيقدم شربات، بيقدم عصاير، سي فود، بيتزات، شاورما، كوفي، كوكتيلات، كل حاجة. المكان ليه تلت، يعني تلت، المكان متقسم 3 اجزاء. جزء متقفل خالص، جزء محطوط فيه زي تنته كده بس من فوق بسيطة. الجزء التاني مفتوح. بالنسبة ان احنا في الشتاء طبعا بنحب نقعد في مكان مقفول، يعني بالذات اللي معاهم اطفال او حاجة، عشان خاطر الجو الساقع ومش عارفة ايه. في المكان المقفول ده بيبقى أضمن. تقعدي في مكان مقفول وانتي شايفة الفيو بتاع البحر كله، وفي منتهى الروقان، بتقعدي وتهدي اعصابك. المهم رحنا المكان الجميل التحفة ده. احنا المكان ده فيه فطار. الفطار ده عبارة عن بيض وفول وجبن ومش عارفة ايه، كل ده ب120 جنيه، ضريبة 12% بس. رحنا طلبنا ايه؟ انا كنت رايحة على الغدا، كان ميعاد الفطار انتهى. طلبنا بيتزا مشكل جبن، طلبنا بيتزا فراخ بالباربيكيو، وطلبنا كمان صدور فراخ مقلية عليها مدخنات وجبنة شيدر. ده كان طبق رئيسي. عايزه اقول لكم الاطباق الرئيسيه هناك اهو اللي انتوا شايفينه ده، كان بطاطس وخضار سوتيه وقطع فراخ عليها حاجات مدخنه وشيدر. عايزه اقول لكم الطبق ده كفيل ان هو شبع بكامل. الطبق ده ب110 بس طبق تحفه. الاكل تحفه، بينزل سخن. دي بيتزا مشكل جبن، ودي بيتزا بالباربيكيو. عايزه اقول لكم الاكل بينزل طازه جدا، بينزل سخن وجميل جدا، اكل تحفه. الجبنات ما شاء الله بتبقى جميله جدا عن البيتزات. غير البيتزا ب88 جنيه، وفي اقل من كده كمان. وبعد كده شربنا قهوه فرنساوي. القهوه بتعمل 35 جنيه، بس طعمها تحفة تحفة. اتبسطت جدا بالمكان، مكان عائلي جدا، مكان هادي جدا، مكان نضيف جدا، النظافة حلوة، المسافات حلوة بين الترابيزات. لو عجبك الفيديو متنسيش